ده ابني الوحيد والوريث الوحيد، وانا مش حمل الشغل ده خالص. سيبي حمزة هو اللي يتصرف في كل حاجة. قالت له والله يعني برضه هتسيبه يعمل اللي هو عايزه؟ وحضرتك بقى ايه، ملكش لازمة؟ انت لازم تنزل شركتك، انا خايفة عليك يا حبيبي. قال لها حاضر يا حبيبتي، ربنا يسهل. وساعتها قلت للمساعدة طيب ركزي معاها، واي حاجة تحصل تاني تيجي تقوليلي على طول. قالت لي حاضر. المهم عدت الشهور وسماح كانت بتحاول تعمل مشاكل مع ليلى بأي طريقة، وليلى هي اللي كانت بتتجنبها تماما. ده في مرة قالت لها أنا مش عارفة أنت ليه يا ليلى مش بتهتمي بنفسك عشان جوزك ما يبصش بره، أصله حلو وشايف نفسه. قالت لها ليه يا سماح، هو أنت يعني شايفاني مبهدلة في نفسي ومش مهتمة بنفسي ولا إيه؟ وبعدين كده أو كده أنا حمزة بيحبني زي ما أنا كده، فريحي نفسك ووفري النصايح دي لنفسك انتي. قالت لها انا غلطانه ان قلبي عليكي، على العموم انا خايفه لو واحده تخطفه منك. قالت لها كده وسابتها ومشيت. وكل يوم على نفس الحال. لو حابين تكملوا القصه، اسم القصه مكتوب على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصه على طول.